صنعت وفاة معتمرين جزائريين من ولاية قسنطينة في البقاع المقدسة الحدث في الجزائر والعالم العربي في الساعات الأخيرة، خاصة وأن هؤلاء الضحايا لاقوا حتفهم على يد معتمر جزائري في فندق السريجي بمكة المكرمة. وقالت بعض المصادر الإعلامية العربية والجزائرية أن الجاني نفذ فعلته في حق مواطنيه، واحدا منهم كان نائما فأجهز عليه، والثاني فر هاربا من هول المشهد ليلقى نفس المصير في رواق الفندق الجاني. وبعد الإقدام على فعلته فر هاربا، ولكن تم القبض عليه من قبل الأمن السعودي. وقال مقربون من الضحايا أن هذا المعتمر ربما يكون مجنونا أو مصابا بمس شيطاني، وتم إرساله للعمرة من أجل التداوي. هناك فيما قال آخرون ربما تكون الحادثة بسبب مكان الإيواء أو أمر آخر ستكشف عنها التحقيقات. هذا وإن ثبت ذلك فسيتم تنفيذ حكم الإعدام في حق هذا المجرم الخطير والذي ارتكب مجزرة في البقاع المقدسة.